هتبدأ الأحداث مع بيرس وهو في جلسة علاج نفسي مع الدكتور بتاعه. الدكتور نصحه إنه يبطل يشوف ناتالي عشان يقدر يدخل في علاقات جديدة مع ناس حقيقيين في العالم الواقعي، وقال له أنت بقالك 5 سنين بتجيلي وما زلت برضه متأقلم مع تخيلاتك لناتالي. وبيرس قال له أنت أصلا اللي قلت لي في الأول هحاول أتأقلم لحد ما حالتي تتحسن. والدكتور قال له بس أنت كده مش بتتحسن ولازم تحاول تغير الوضع ده. وبيرس نفذ كلامه وخرج مع هيلي صاحبه وراحوا معرض لوحات فنية. وهناك هيلي كانت عاجباه لوحة من 3 لوحات اسمهم الملهمة المستلقية، واللوحات كانت لنفس البنت لكن بألوان مختلفة، واللي رسمهم هو رسام إيطالي مات من فترة اسمه فينشينزو دي لوكا. أما بيرس فكان شايف إن شخصية البنت اللي في اللوحة نرجسية ومعجبة بنفسها زيادة عن اللزوم بناء على الوضعية اللي هي قاعدة بيها. وواحدة ست من اللي في المعرض سمعته وقالت له بالعكس دي لوكا شاف إن البنت دي بتمثل براءة الشباب. وبيرس اختلف معاها في وجهة نظرها، وست قالت له دي لوكا رسم اللوحة دي بنفس النمط بتاع الرسام رافائيل واستخدم نفس اللون الأزرق البحري. وفجأة شاشة العرض اللي في المعرض بدأت تعرض فيديو غريب، والفيديو كان فيه ومضات كتير وضوء شديد جدا. ونيك صاحب المعرض كان واقف قدام الشاشة، ولما شاف الفيديو دماغه وجعته وبدأ يدروخ ووقع وراسه اتخبطت. وبيرس جرى عليه بسرعة وشاف النبض بس لقاه ميت. ولما الإسعاف وصلت أخدوا جثته. وبيرس اتكلم مع بيري صاحب نيك وشريكه في المعرض، وقال له واضح من اللي حصل إن نيك كان عنده صرع تجاه الضوء الشديد. وبيري قال له فعلا هو كان مصاب بالصرع. وبيرس سأله ليه تعرضوا فيديو فيه ومضات وضوء شديد زي اللي اتعرض ده برغم إنك عارف حالة نيك. بس بيري قال له احنا كل يوم على الشاشة بنعرض في الوقت ده فيديو وثائقي عن اللوحات، لكن الفيديو اللي اتعرض النهارده ده أول مرة أشوفه ومش عارف مين اللي عمل كده. وبيرس راح لكيت وقال لها أنا حضرت جريمة قتل، وحكى لها على اللي حصل في المعرض. وراحوا عند بيري وسألته إن كان حد تاني عارف بمرض الصرع اللي عند نيك. وبيري عرفهم إنهم بيعملوا حفلة خيرية كل سنة عشان تمويل أبحاث الصرع، وأكيد ناس كتير عارفين المرض اللي عنده. وبيرس تخيل البنت اللي مرسومة في اللوحة وقالت له اللوحة مطلعاني تخينة، الفخذ اليمين شكله تخين بزيادة عن اللوحتين التانيين. وبيرس اخد باله ان اللوحه دي مزيفه وقال كده لبيري، بس بيري قال له احنا اتاكدنا ان ال3 لوحات دول اصليين قبل ما نعمل المعرض. وبيرس فهم ان جريمه القتل اللي حصلت كانت مجرد الهاء عشان اللوحه تتسرق. وبيرس قارن ال3 لوحات مع بعض بالعدسه المكبره، وطلع فعلا ان اللوحه اللي باللون الازرق مزيفه عشان رسمه الفخذ مختلفه عن اللوحتين التانيين. وكيت ما كانتش فاهمه ليه حرامي هيسرق لوحه ويحط لوحه تانية مكانها، يعني كده مش هيعرف يبيعها لان كل الناس هتبقى عارفه ان اللوحه لسه موجوده في المعرض. وبيري قال له ممكن بسهوله يبيعها في السوق السوداء. وكيت رجعت كاميرات المراقبة وفعلا شافوا حرامي بياخد اللوحة الأصلية وبيحط واحدة مكانها لما الكل كان مشغول باللي حصل مع نيك، بس وش الحرامي ما كانش واضح. وطلبت من بيري إنهم يشوفوا الفيديو اللي تسبب في موت نيك، بس لما بيري دخل على السيستم ما لقاش الفيديو موجود، يعني اللي عمل كده اخترق السيستم تاني ومسح الفيديو عشان ما يكونش في دليل عليه. وبيري عرفهم إنهم من فترة باعوا اللوحات لرجل أعمال اسمه رافي ب 800 ألف دولار، بس رافي فضل مخليها في المعرض. وبيري كان قلقان إن رافي يرجع في كلامه ويرجعهم بعد ما واحدة منهم اتسرقت، لأن المعرض كان معتمد على فلوس اللوحات لأنهم كانوا قربوا يفلسوا. وكيت وبيرسا راحوا عند رافي وسألوه ليه ما أخدتش اللوحات عندك بعد ما اشتريتها. ورافي قال لهم عملت كده عشان أصحاب المعرض أقنعوني إن الفن لازم الناس تشوفه وتتمتع بجماله، بس أنا عارف مين اللي سرق اللوحة، أكيد جوزيفين كاروزيل هي اللي سرقتها لأنها معتقدة إن اللوحات دي بتاعتها هي. وعرفهم عنوانها، وكيت وبيرسا راحوا عند جوزيفين وطلع إن هي ست اللي اتكلمت مع بيرسا في المعرض. ولما اتكلموا معاها عرفتهم إن هي البنت اللي مرسومة في اللوحات، وقالت لهم إنها كانت متجوزة من الرسام دي لوكا في إيطاليا. وورت لهم رسالة بخط إيد دي لوكا وكان كاتب في الرسالة إنه بيهديها فيها ال3 لوحات كتعبير عن حبه ليها، يعني هي المالكة الأصلية للوحات. وحكت لهم إنها لما اتجوزت دي لوكا عاشوا مع بعض 15 سنة، بس بعد كده بدأ يتوهم إنها بتخونه فانفصل عنها وأخد اللوحات عشان يضايقها، وبعد فترة مات. ولما جوزيفين شافت اللوحات في إعلان المعرض تواصلت مع نيك صاحب المعرض، ونيك عرفها إنه اشتراهم من بنت أخت دي لوكا اللي ورثتهم بناء على وصيته. وجوزيفين بعدها خلت محامي يرفع لها قضية عشان تثبت فيها ملكيتها للوحات. وبيرسا عرفها ان اللوحه اتسرقت امبارح، وكيت كانت شاكه فيها انها قررت تسرق اللوحه لانها عارفه ان القضيه هتقعد سنين في المحكمه، اما بيرسا فكان بيدافع عنها ومش مقتنع انها سرقتها. وجوزيفين قالت لها المحامي عرفني ان اكيد هكسب القضيه، يبقى ليه اسرق لوحه واحده وانا اصلا هاخد اللوحات كلها بالقانون. بعد كده كيت استدعت بيري عشان تساله عن القضيه اللي رفعها جوزيفين، بس هو ما كانش يعرف حاجه عن الموضوع ده لان نيك كان هو اللي ماسك الجانب القانوني للمعرض. وكيت وبيرسا كانوا شاكين في بيري ان هو اللي سرق اللوحه عشان يبيعها في السوق السوداء ويحل المشكله الماليه اللي بتواجه المعرض. وبيري قال لهم انا ما سرقتهاش وما قتلتش نيك، بس على العموم حاليا مشكله المعرض اتحلت لان بوليصه التامين على حياه نيك كان موصي انها تروح للمعرض. بعد كده القسم الالكتروني في الاف بي اي قدروا يرجعوا الفيديو اللي اتمسح اللي كان السبب في موت نيك. وبيرس اخد باله من رمز ظهر في الفيديو والرمز ده بيرمز للفوضى. ولما بحثوا لقوا ان في صحفي في مجال الفن اسمه تيدي كان عامل من فتره لقاء مع شخص مجهول اسمه كايوس، والاسم ده يعني فوضى. وكايوس ده بيعمل فيديوهات بنفس طريقه الفيديو اللي اشتغل في المعرض، وفكرة الفيديوهات دي إنه بيعترض بيها على تجارة الفن وبيعه كسلعة تجارية. وكيت وبيرس قابلوا الصحفي تيدي اللي كان عامل اللقاء مع كايوس وكانوا عايزين يعرفوا منه اسم كايوس الحقيقي،
بس هو رفض عشان ما يفقدش مصداقيته كصحفي، وانه كده هيكون خالف خصوصيه مهنته. وجيت قالت له كايوس متورط في جريمه قتل، ولو انت ما اديتناش اسمه بشكل ودي هجيب طلب من المحكمه وهرغمك انك تقول لنا على اسمه. وتيدي اضطر يقول لهم ان اسمه الحقيقي جارد وعرفهم عنوانه. وكيت وبيرس راحوا بيت جارد، ولكن لقوا البوليس هناك لان حد من الجيران بلغ انه سمع صوت ضرب نار النهارده، ولقوا جارد مقتول في بيته. بعد كده كيت حققت مع خطيبة جارد وقالت لها احنا عرفنا انكم كان متأخر عليكم ايجار 3 شهور لصاحب البيت، يعني ممكن يكون جارد عمل الفيديو اللي شغل بيه الناس في المعرض وسرق اللوحة عشان يبيعها وياخد فلوسها. فخطيبته قالت لها الكلام ده ما حصلش، جارد ما سرقش حاجة، كل الموضوع ان في واحد اعطى لجارد فلوس وطلب منه انه يعمل له الفيديو ده، بس ما عرفش هو مين. وكيت كانت بتقول لبيرس ان الشخص اللي خلى جارد يعمل الفيديو ممكن يكون هو اللي رسم اللوحة المزيفة وحطها مكان الأصلية في المعرض، ودلوقتي قتل جارد عشان ما يسيبش وراه دليل. وبيرس بدأ يشوف لون أزرق عمال يملى المكان، وقال لكيت اللون المستخدم في اللوحة اللي اتسرقت هو الأزرق البحري، وده لون نادر جدا، ولو قدرنا نعرف الأماكن اللي بتبيعه هنقدر نعرف مين اللي اشتراه، وبالتالي هيكون هو اللي رسم اللوحة المزيفة. وبالليل بيرس تخيل تاني البنت اللي في اللوحة، وناتري قالت له انت دلوقتي بتعمل نفس اللي عملته معايا زمان، انت زمان ما قدرتش تكلم كارولين فتخيلتني وفضلت معايا سنين، ودلوقتي انت معجب بجوزيفين وبدل ما تكلمها بتتخيل نسختها اللي في اللوحة عشان تتكلم معاها. انت لازم تروح لجوزيفين وتتكلم معاها وتعتذر لها على كلامك اللي قلته عن اللوحة في المعرض. وبيرس فعلا سمع كلامها وراح عند جوزيفين واعتذر لها انه قال عليها نرجسية في اللوحة، وجوزيفين قالت له بس انت كان معاك حق، انا فعلا وانا صغيرة كنت معجبة بنفسي ومغرورة جدا، وعزمت عليه انه يدخل، وفضلوا يتكلموا مع بعض وحكى لها عنه وعن المرض اللي عنده، وهي حكت له عن نفسها وقالت له انها كانت عايزة تبقى راقصة باليه، بس قابلت زمان الرسام دي لوكا وحبوا بعض، وهي ساعتها كانت مرتبطة بشاب تاني في كلية الفنون وهو اللي جاب لها شغلانة انها تبقى موديل للرسم. وفي يوم دي لوكا زار كلية الفنون وهناك قابلوا بعض، فسابت الشاب اللي كانت مرتبطة بيه وسافرت ايطاليا مع دي لوكا واتجوزوا هناك. فضلت تتكلم هي وبيرس وقضوا الليلة مع بعض. تاني يوم كيت راحت لبيرس الجامعة وعرفت انهم لقوا محل واحد بس في المدينة بيبيع النوع ده من اللون الازرق، وعرفت من صاحب المحل ان واحد اسمه مارتن جاله واشترى منه كل الكمية. وكيت وبيرس راحوا عنوان مارتن ولقوا مراته بتلم حاجتهم عشان هتمشي من البيت، وعرفتهم ان مارتن نقل لمكان تاني، وبعد ما كانوا متجوزين لمدة 20 سنة فجأة بقى مهووس بالرسم واستقال من شغله في البورصة وساب مراته وولاده ونقل لمكان تاني عشان يرسم. ودلوقتي البنك حجز على البيت بتاعه ومارتن ولا على باله ومش فارق معاه اي حاجة. وكيت وبيرس عرفوا منها عنوان مارتن، ولما راحوا له لقوا عنده لوحات كتير جدا للملهمة المستلقية اللي هي لوحات الرسام دي لوكا. وكيت حققت معاه وقالت له احنا فحصنا كل اللوحات اللي عندك ومفيش فيهم اللوحة الأصلية اللي اتسرقت، وسألته عن مكانها بس هو ما كانش مركز خالص وكان عايز يمشي، واخد الشاي بتاعها شرب منه، وبيرس كان شايفه من بره وسألته انت ليه رسمت لوحة مزيفة، ومارتن قال لها الراجل كان عايز اللوحة، وسألته مين الراجل ده بس هو ما اتكلمش، والجاكيت بتاع كيت ما كانش معدول فمارتن مد ايده عشان يعدله وكيت بعدته عنها. ولما خرجت لبيرس قال لها واضح كده ان مارتن مصاب بالخرف الجبهي الصدغي، وده مرض بيصيب الاعصاب، وتصرفاته السيئة والفجة دي من ابرز العلامات على المرض بتاعه، وكمان المرض ده بيظهر قدرات فنية كبيرة عند المصابين بيه، وده بيفسر ليه فجأة مارتن بقى بيحب الرسم ومهووس بيه، وبناء عليه مش هو اللي سرق اللوحة ولا هو اللي قتل جارد، لأن المرضى اللي زي مارتن عقلهم مش بيكون عنده القدرة إنه يخطط لجرائم زي دي. وعملوا فحوصات وأشعة لمارتن وطلع فعلا مريض زي ما بيرس قال، وكل اللي بيشغل عقله حاليا إنه يرسم، وممكن كمان يكون مصاب بفقدان القدرة على الكلام من الدرجة الأولى، والمريض في الحالة دي الكلمات عنده بتفقد معناها، فبيستخدم كلمات ليها معنى واسع عشان يقصد حاجة معينة. يعني لما هو بيقول الراجل كان عايز اللوحة هو يقصد شخص محدد بس الكلمات ما بتجيش في دماغه ومش عارف يقول اسمه. وبيرس حاول يتكلم معاه عشان يعرف منه معلومات أكتر عن الراجل ده، وكان مشغل موسيقى للموسيقار موريس رافل عشان تساعد مارتن على التركيز. وبيرس قال له إن موريس كمان كان عنده الخرف الجبهي الصدغي بس مرضه ما منعوش إنه يبدع ويألف مقطوعة زي اللي شغالة دي. وبيرس حاول يعرف أي معلومة منه بس مارتن كان عمال يرسم، وطلع إنه بيرسم الراجل اللي طلب منه يرسم لوحة المعرض، والراجل هو الصحفي تيدي. وكيت استدعته وواجهته بالصورة اللي مارتن رسمها وقالت له انت خليت مارتن يرسم لك لوحة مزيفة، وكنت عارف موضوع الصرع بتاع نيك صاحب المعرض فخليت جارد يعمل لك الفيديو عشان تشغل به الناس في المعرض وسرقت اللوحة، وبعدها قتلت جارد عشان ما يبقاش عليك اي دليل، وكده انت هتتحاكم بجريمتين قتل ومش هتخرج من السجن مدى الحياة الا لو طلع ان موت نيك كان غلطة، وساعتها ممكن عقوبتك تقل. وتيدي ما قدرش ينكر وقال لها انا ما كانش قصدي اقتل نيك، وحكى لها الموضوع من الاول، وقال لها انا قابلت مارتن في متحف فني وكان بيرسم لوحة معروضة وكانت زي الاصلية بالظبط، وبعدها وريت له لوحة الملهمة المستلقية بتاعت دي لوكا عشان يرسم لي زيها، وهو لما شافها اتهوس بيها ووافق على طول، وكنت عارف ان جارد مفلس فعرضت عليه انه يعمل الفيديو مقابل الفلوس، واخترقنا سيستم المعرض وحطينا الفيديو، ولما الفيديو اشتغل كان قصدي ان اشغل الناس لحد ما اسرق اللوحة، بس نيك وقع واتخبط ومات. وجارد لما عرف بخبر موت نيك خاف جدا واخترق كمبيوتر المعرض ومسح الفيديو، بس كان لسه خايف وكلمني، ولما رحت له قال لي انه هيسلم نفسه ويعترف باللي عملناه، وتيدي حاول يقنعه انه يسكت بس جارد كان مصمم
ومسك التليفون وكان هيطلب البوليس، فتيدي اضطر يقتله. وكيت قالت له كل ده عشان تبيع لوحه بشويه فلوس؟ وقال لها لا، انا طول عمري كان نفسي ابقى رسام وكنت مجتهد في كليه الفنون، لغايه ما في يوم دلوكا جه زياره للكليه وشفته بيرسم على حته قماش بكل سهوله. ساعتها عرفت ان الرسام لازم يكون موهوب فعلا، واتاكدت ان ما عنديش موهبه الرسم زيه وعمري ما هنجح في المجال ده. والبنت اللي في اللوحه ظهرت لبيرس وقالت له تيدي كمان خسر حبيبته زمان. وبيرس دخل غرفه التحقيق وفهم ان تيدي هو اللي كانت جوزيفين مرتبطه بيه زمان، وقال له دي لوكا كمان سرق جوزيفين منك. وتيدي قال لهم جوزيفين زمان كانت مفلسه وكانت عايزه تدخل معهد الباليه، فانا خليتها تعيش في شقتي وجبت لها شغلانه انها تشتغل موديل رسم في كليه الفنون. ولكن في يوم رجعت ولقيت دي لوكا في شقتي بيرسمها في لوحه الملهمه المستلقيه، وبعدها انفصلت عني واتجوزوا. وكيت قالت له عشان كده سرقت اللوحه عشان تنتقم من دي لوكا. وقال لها انا سرقتها عشان خاطر جوزيفين، انا سمعت عن القضيه اللي هي رفعها ورحت لها. ولما تدي راح لجوزيفين هي ما عرفتوش في الاول، بس هو فكرها بنفسه وقال لها انه عايز يرجع علاقتهم تاني، وممكن يكون رجوعها لامريكا فرصه تانيه ليهم. بس جوزيفين رفضت وقالت له انها رجعت هنا عشان اللوحات فقط. وتدي قال لكيت انا قلت لها انها مستحيل تاخد اللوحات من رافي اللي اشتراهم من المعرض، لان رافي عنده اسطول من المحاميين وهيقدر يخلي القضيه تقعد في المحاكم سنين. وبيرس قال له عشان كده سرقت اللوحه عشان تديها لها وهي وقتها تدي لك فرصه تانيه. وتدي قال له بس ده ما حصلش للاسف، لان لما رحت لها باللوحه وعرفتها اللي عملته قالت عليا مجنون وطلبت مني اخد اللوحه وامشي. وكيت سالته عن مكان اللوحه وتدي عرفها انه حرقها امبارح. بعد كده بيرس راح عند جوزيفين وكانت بتجهز شنطتها عشان تسافر، وبيرس قال لها انت ليه ما حكيتليش عن تيدي؟ هو دلوقتي مع الاف بي اي بيحققوا معاه واعترف بكل حاجه وقال انه سرق اللوحه عشان يجيبها لك. وجوزيفين قالت له انا ما اعرفش هو قال ايه، بس انا لو مكانك مش هصدق اي حاجه يقولها لانه مجنون. وبيرس عرفها ان تيدي حرق اللوحه، بس بيرس فكر شويه وقال لها في حاجه غلط، هو بيحبك جدا يبقى ازاي هيقدر يحرق لوحه مرسوم فيها صورتك؟ وجوزيفين قالت له ممكن يكون عايز ينتقم مني عشان انا زمان سبته. بس بيرس كان شاكك ان تيدي بيكذب وانه خبى اللوحه وما حرقهاش، وقال لها تيدي كان لسه فاكر علاقتكم يبقى مستحيل يحرق صورتك، وفعلا هو جالك ومعاه اللوحه زي ما قال. بس جوزيفين ما كانتش عايزه تقول ان تيدي جالها باللوحه، وبيرس فهم ان تيدي بيحميها وعايز يخرجها بره الصوره. وقال لجوزيفين كيت ذكيه وهتكتشف انه كان عندك امبارح واللوحه كانت معاه، ولو اتاكدت انه ما حرقش اللوحه هتيجي هنا وهتفتش المكان، وطبعا هي هتلاقي اللوحه لانها معاكي وهتخليكي شريكته في الجريمه. انا عايز اساعدك بس لازم تقولي لي الحقيقه. وجوزيفين قالت له تيدي فعلا جالي ومعاه اللوحه، بس انا ما خدتهاش منه وخليته يمشي. وبيرس سالها ما قلتيش ليه الكلام ده قبل كده على الاقل ليا؟ وجوزيفين قالت له انا زمان اذيت تيدي لما سبته وما كنتش عايزه اذيه تاني وابلغ عنه. انت متخيل انه عاش حياته كلها على حلم انه يبقى مرتبط بيا؟ فما كانش ينفع اذيه اكتر من كده. وبيرس قال لها انا متفهم ان هو عمل كده عشان بيحبك زي ما انا كمان دلوقتي بحبك ومستعد اعمل اي حاجه عشانك، بس لازم تقولي لي الحقيقه، هل انت اللي طلبت منه يسرق اللوحه؟ وحكت له اللي حصل. ولما تيدي جالها اول مره هي عرفته انها مش عايزه ترجع له وان كل اللي هي عايزاه هي اللوحات. واللي حصل وقتها ان تيدي قال لجوزيفين انا عارف رافي كويس وانت مش هتقدري تقفي قدامه في المحاكم ومش هيخليكي تاخدي اللوحات. وجوزيفين قالت له انت اكيد تعرف طريقه ارجع بيها اللوحات. وتيدي قال لها في طريقه اقدر ارجع لك بيها لوحه واحده من الثلاثه، بس انا لو جبت لك اللوحه هتدي لعلاقتنا فرصه تانية. وجوزيفين وافقت. وبيرس قال لها طبعا تيدي جالك امبارح ادالك اللوحه قبل ما انا اجيلك، هل حصل بينكم حاجه؟ وجوزيفين قالت له لا ما حصلش بينا حاجه لان انا مش بحبه. وبيرس قال لها يعني انت استغلتيه وضحكت عليه. وقالت له انا عارفه ان ده غلط بس انا كنت عايزه ارجع لوحاتي. وبيرس قال لها يعني انا كمان استغلتيني عشان ما اشكش فيكي. وقالت له لا ما حصلش، انا مشاعري ليك حقيقيه. وسالها ليه ما قلتليش، فكرت اني ممكن ابلغ عنك مثلا؟ وقالت له يعني انت مش هتعمل كده دلوقتي؟ فقال لها لا مش هبلغ عنك لاني حبيتك واحنا هنهرب من هنا وهنسافر. وجوزيفين راحت تلم شنطها وبيرس لمح اللوحه معاها وهي بتحطها في الشنطه، ولكن اول ما فتحت الباب لقت كيت والبوليس مستنيين بره. وبيرس عرف كيت ان اللوحه في الشنطه، وطلع انه متفق مع كيت انه هيوقع جوزيفين في الكلام عشان يقبضوا عليها ومعاها اللوحه، وكان زعلان ان علاقته مع جوزيفين باظت وكيت قبضت عليها. وبالليل بيرس كان بيتكلم مع ناتالي وكان زعلان وقال لها جوزيفين كانت نرجسيه ومهووسه بنفسها وعندها استعداد تعمل اي حاجه عشان مصلحتها، وانا كمان مهووس بيكي وده مش صح، انا لازم اعيش حياتي وانت مش فيها وانت لازم تمشي. وناتالي فرحت وقالت له انا كنت مستنيه تقول لي كده من زمان، وقامت عشان تمشي بس بيرس اتردد وقالت له ما تزعلش ده القرار الصح وسابته ومشيت. خلص الحلقه، ما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم وعرفونا رايكم في التعليقات.